واش عمرك تخيلتي تلقى راسك وسط بلاصة مظلمة مهجورة، وكل خطوة كتسمع معاها همسات ما مفهوماش؟ كاينين بلايص في هذا العالم عامرين بأسرار مظلمة، بأصوات كتجي من عالم آخر، وبطاقة غريبة كتحبس النفس. الليلة غادي ندخلوا وحدة من هاد البلايص ونكتشفوا واش الخرافات اللي كتدور عليها صحيحة ولا كاين ما هو أخطر. اليوم غادي نغوصوا في حكاية كتخليك تحس بالرعب كيتمشى في عروقك. قصة جون ونيكو، جوج من المغامرين اللي قرروا يتحداو الخوف ويقضيو ليلة كاملة في مستشفى مهجور في جبال الأطلس بالمغرب. مكان ملعون كيتقال عليه أنه مسكون بالجن، وكل زاوية فيه كتحمل أسرار مرعبة. استعدوا، خلوا الأضواء مشعولة، غادي نبداو. أنا منير، وهذه حلقة جديدة في حكاية مظلمة. جون ونيكو، جوج من اليوتيوبرز اللي كيحبوا يعيشوا هاد المغامرات الخطيرة. كانوا كيتلقاو كومونتيرات غريبة على الفيديوهات ديالهم، ناس كيتكلموا على الجن وعلى هاد المستشفى المهجور في الأطلس اللي الناس كتقسم باللي كل واحد كيدخل ليه كيخرج يا إما مخلوع ويا إما ما كيخرجش. واحد النهار جون بعيون مليئة بالتحدي قال نيكو: شنو رأيك نروحو نتحداو هاد الجن ونشوفوا واش هاد القصص صحيحة؟ نيكو رغم الخوف اللي حس به ضحك ضحكة متوترة وقال: فكرة شيطانية، ولكن يلا غادي نعيشو كابوس. وهكا يوم 23 يناير 2025 ركبوا الطيارة متوجهة للرباط، والقلوب ديالهم كتضرب بحال عارفة اللي جاي. في مطار الرباط جون ونيكو كانوا كيحاولوا يضبطوا راسهم وسط الزحام والتوتر. نيكو كان كيصوب الجي بي اس في الطوموبيل باش يوصلوا للمكان الصحيح. طريق القرية كانت كابوس بحد ذاتها، ظلام دامس كيغطي الجبال، ريحة غريبة في الطوموبيل بحال ريحة الموت. وفوق داك الشي الشرطة وقفاتهم على الزيادة في السرعة. جون همس لنيكو وقال ليه: يا خويا بحال شي حاجة كتحضرنا باش ما نمشيوش. بالليل وصلوا للقرية اللي كيتواجد بها المستشفى، مكان صغير محاصر بالجبال والصمت المرعب. نيكو حاول يخفف الجو ودار طاجين، ولكن جون ما كانش قادر يسرد ضغمة وحدة. كان كيفكر في الليلة اللي جاية. في الصباح جون ونيكو تلاقاو مع ياسين ومهدي، جوج مغاربة اللي عارفين المستشفى كيف ما جيوبهم. ياسين بصوت ثقيل كيحمل أسرار شرح ليهم على الجن، وقال بأن الجن مخلوقات خفية خلقهم الله من نار بلا دخان. بعضهم زوينين ولكن الشريرين كيحبوا الأماكن المهجورة، كيتخباو في الظلام. زادو قال في الليل بعد صلاة المغرب الجن كيخرجوا، كاين اللي سمعوا همسات، ضربات وحتى صياح في هذا المكان، واللي كيدخل بالليل قليل اللي كيقدر يتحمل. مشاو يشوفوا المستشفى في النهار. من برا المبنى كيبان بحال وحش نايم في الجبل، جدرانو متشقه والنوافذ ديالو كتحس بحال شي عيون كتراقبك منها. تبنى في 1948 كمستشفى لمرضى السل، وكان فيه اكثر من 400 سرير. سدو في 1974 زعما بسبب سوء التسيير، ولكن الناس في القريه كيقولوا باللي المكان ملعون. الاراضي اللي حداه ولات قاحله وضعيفه نهار ما تبنى، والجن سكنوا المبنى من بعد ما تهجر. داخل المبنى جون ونيكو حسوا ببرد غريب كيقطع العظام. الممرات كانت طويله ومظلمه، والجدران مليئه بالخدوش وكتابات غامضه. زاروا المشرحه، مكان بارد ومخيف كان كيستقبل جثث ديال المرضى. جون حس بشي حاجه كتضغط على صدره وهو في المشرحه. نيكو شاف ظل غريب كيتحرك في الزاويه. المطبخ كان كبير وضخم، عامر بالطناجر كبار كيبانوا بحال كيتسناو شي طبخه شيطانيه. لقاو زجاجات ديال الدواء قديمه، اوراق مرضى مخلطه، وحتى آلات طبيه مهجوره كتحس بها كانها كتنبض بالحياه. ياسين حكى لهم على قصة واحد الراجل كبير في السن من القرية. قال باللي سمع صوت معزة كتصيح من داخل المستشفى، ولكن ملي مشى يشوف ما لقى والو، غير همسة خفيفة كتجي من الجدران. في الثقافة المغربية المعزة كترتبط بالشر وبالشيطان، وهاد القصة خلات جون ونيكو يترعدوا. خرجوا من الزيارة وقلبهم كيضرب، ولكن كان لازم يرجعوا بالليل. الساعة 10 ديال الليل جون ونيكو دخلوا للمستشفى.
الظلام كان كيغطيهم بلا رحمة، والريح كانت كتهمس في الممرات بحال كتحكي أسرار الموتى. كل واحد نصب خيمة في مكان بعيد على الآخر. جون اختار ممر طويل ومخيف، جدرانه عامرة بالخدوش، وحط الملح داير على الخيمة ديالو باش يحمي راسو من الجن. نيكو مشى للقاعة في الطابق العلوي بعيد على جون، وحس بحال شي عيون خفية كتراقبو في الظلام. جهزوا كاميرات مراقبة، أجهزة كشف الحركة، وجهاز كادوه اللي كيشوف التغيرات الكهرومغناطيسية. جون بدا تجربة بالسلام، بسم الله السلام عليكم، باش يحترم المكان. ولكن من أول دقيقة الرعب بدا كيتسلل لقلبو. جون سمع خطوات ثقيلة في الطابق العلوي، بحال شي واحد كيمشي وراه ببطء. قلبو كان غادي يخرج من بلاصتو. سول نيكو، ياك انت؟ نيكو جاوبو هو كيترعد، لا انا الفوق. الكاميرا سجلت 5 ديال الضربات خفيفة، والصوت واضح قريب منها، بحال شي حاجة كتخبط في الارض. مستحيل يكون نيكو لانه كان في طابق اخر. نيكو قال باللي باب في الطابق ديالو تسد بوحدو بقوة، كأن يد خفية ضرباتو. جون فكر باللي نيكو هو اللي دار الصوت، ولكن الكاميرا سجلت شي حاجة مرعبة، نفس ثقيل بحال شي مخلوق كيتنفس جنب الباب. الصوت كان واضح، وجون حس بالرعب كيتمشى في عروقه. كل مرة كيسمعوا صوت ولا كيحسوا بشي حاجة. الكلاب برا كينبحوا بحال كيشوفوا شي حاجة جون ونيكو ما كيشوفوهاش. جون سمع صوت صياح حاد بحال حيوان كيتعذب في الممرات. الكلاب نبحوا بعدها مباشرة، وجون حس بحال شي جن كيقرب منه. جون كان كيمشي في الممرات بالكاميرا في الظلام. البرد كان كيقطع، والممرات كيبانوا بحال شي متاهه ما كتساليش. شويه الشمعه ديالو طفات بوحدها، وهو ما حسش بريح، حس بحال شي يد بارده قاست ظهره. حط الشمعه في الارض مع اجهزه الكشف، وسمع خطوات ثقيله وقريبه. من بعد سمع همسه خفيفه بحال شي وحده كتهضر بكلام ما مفهومش. الكادو ديالو بدا كيضوي بقوه، وجون سول، ياك ماشي واحد هنا؟ شويه الكادو ضوا 2 المرات بحال شي حاجه جاوباتو، وهو حس بشي طاقه ثقيله كدور عليه. نيكو في الطابق العلوي كان كيحس بالضغط والتهديد. قال جون، حسيت كأن شي حاجه حدايا كتنفس وبحال غادي تهجم عليا. شويه سمع صوت كأنه شي حاجه ثقيله كتجر في الارض، ومن بعد سمع خبطه قويه في الحيط. الكلاب كانوا كينبحوا بلا توقف، ونيكو حس كأن الجن كيحاصروه. في نص الليل جون ونيكو تلاقاو في ممر مظلم. نيكو كان وجهه الشاحب بحال الا شاف الموت، وقال، يا خويا هاد المكان راه ملعون بزاف، حسيت بحال شي حاجه غادي تخنقني. جون اللي كان مرعوب جاوبو، حتى انا حسيت بعيون كتراقبني في الظلام. تبادلوا القصص، ولكن الرعب كان كيزيد مع كل كلمه. الساعات بدات تمشي ببطء، والظلام كان كيخنق جون ونيكو بحال شي يد شيطانيه. جون رجع للممر اللي فيه الخيمه ديالو، ولكن حس بشي حاجه مختلفه. الجو كان ثقيل بحال شي طاقه شريره كتحوم في المكان. شويه سمع صوت خبطه قويه من الطابق السفلي، بحال شي حاجه ضخمه طاحت. الكادو ديالو بدا كيضوي بالجهد، وهو سول بصوت مخلوع، ياك انت نيكو؟ ياك انت؟ نيكو جاوبو، لا انا ما تحركتش نهائيا. الكلاب برا بداو كينبحوا بحال الا كيشوفوا شي شيطان. جون قرر يمشي يشوف مصدر الصوت في الممر السفلي. لقى باب مفتوح وكان مسدود من قبل. دخل والكاميرا ديالو سجلت ظل غريب كيتحرك في الزاويه. حس ببرد قارص، وفجأة سمع صوت همسة واضحة، خرج. الصوت كان قريب، كأن شي حاجة كتهضر جنب ودنو. جون حس كأن قلبه غادي يوقف، ومشى كيجري راجع للخيمة ديالو. نيكو في الطابق العلوي كان كيعيش كابوسو الخاص. سمع صوت خطوات تتقرب منه، وبعدها الصوت كأنه شي حاجة كتخدش الحيط. الكاميرا ديالو حتى هي سجلت صوت نفس ثقيل، ومن بعد صوت خبطة قوية بحال شي باب تسد. نيكو حاول يتصل بجون، ولكن الراديو بدا كيطلق اصوات غريبه بحال شي واحد كيحاول يتكلم من الجهه الاخرى. شويه جون سمع صياح مرعب من الطابق السفلي، بحال شي معزه كتتعذب. هو يتفكر قصه الراجل الكبير في السن
قلبو تخلع بزاف. الكلاب بداو كينبحو بقوه وجون حس بحال شي حاجه كتقرب من الخيمه ديالو. الكادو ديالو ضوا بلا توقف وهو بدا يقرا ايات من القران الكريم باش يحمي راسو. في ذاك الوقت نيكو كان كيسمع صوت كانه شي حاجه كتجر سلاسل في الممرات، والكاميرا ديالو سجلت شي حاجه مرعبه. ظل طويل كيتحرك في الممر ولكن ما كان حتى شي واحد في المكان. بعد ساعات طويلة من الرعب جون قرر يرجع الخيمة ديالو. كان مخلوع ولكن الملح اللي حط حدا الخيمة ديالو عطاه شوية ديال الأمان. جهز الكاميرات على برا ودخل يعس. في الليل شي سيارات وقفوا قرب المستشفى وجون حس كأن قلبه غادي يخرج من بلاصتو. فكر باللي شي واحد غادي يدخل وغيشوفهم، ولكن الحمد لله السيارات مشاو. نيكو في الطابق العلوي كان كيسمع اصوات طول الليل، خبطات وهمسات وحتى صوت كانه شي حاجه كتخبط في الباب. الكلاب كانوا كينبحوا في كل شويه ونيكو حس كان شي حاجه كتسناه في الظلام. في الصباح جون ونيكو جمعوا حوايجهم وخرجوا من المستشفى بحال كيهربوا من الجحيم. كانوا كيقولوا هذه هي اخطر ليله عشناها في حياتنا. ملي شافوا التسجيلات تاكدوا باللي سمعوا خطوات ونفس وهمسات وصوت الصياح ما عندها حتى شي تفسير. الكاميرا سجلت ظل غريب، نفس ثقيل وخبطات قريبه من جون. الكلاب كل مره كان شي صوت كانوا كينبحوا بحال كيحضروا من شي حاجه خفيه. هاد المغامرة كانت كابوس حقيقي بالنسبة لجون ونيكو. المستشفى وبالجين اللي كيتقال عليهم لعبوا بيهم وخلعوهم. الخطوات، النفس، الباب اللي تسد، الصياح والظلال، كل شي كان كيأكد باللي شي حاجة كانت معاهم. الحمد لله الصورة اللي قراها مهدي قبل ما يدخلوا ساعداتهم باش يخرجوا سالمين. شكرا بزاف لياسين ومهدي، من غيرهم ما كناش غادي نعرفوا هاد القصة. وإلا عجباتكم هاد الحكاية المرعبة عطيونا لايك وشاركوها مع اصحابكم. جون ونيكو عاشوا كابوس وكل واحد فيهم عنده قصة كتحبس الأنفاس. غادي نرجعوا بحكايات أخرى كتخوف. بقاو متابعين وبسلامة عليكم إلا قدرتوا تنعسوا بعد هذا الكابوس.